بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. التاريخ دايما شاهد على شخصيات كتير جدا مؤثرة، منهم الشخصيات اللي كان ليها تأثير وصل لحد يومنا ده. شخصيات ممكن تكون ناس كتير سمعنا عنها، زي مثلا نابليون بونابرت، الاسكندر الأكبر، وغيره من الشخصيات اللي عملت علامة وعملت أثر ليها موجود لحد وقتنا هذا، وأثر ملموس. لكن على الجانب الآخر في شخصيات يعني قل ما حد يتكلم عنها، قليل جدا ان حد يتكلم عنها، لان ممكن مش عارفين عنها، ممكن سياسات الدول اللي هم بيكونوا فيها ما بتتكلمش عن الشخصيات ديت. وده احنا بنشوفه كتير مع شخصيات كتير قوي احنا عارفينها. منهم شخصية هو رسام نمساوي، لكن محدش بيتكلم عنه بسبب سياسات المنع اللي احنا بنتكلم عنها. معدل ايه؟ طبعا انتوا عارفين. لكن ده مش موضوعنا النهارده عن شخصية تانية، هي محدش يعرف عنها حاجة. هي شخصية مثيرة، شخصية مجرد ذكر اسمها ممكن ناس كتير ما تبقاش بتشبه على اسمه بشخصية تانية خالص. يعني مثلا لما بقولك ان احنا هنتكلم النهاردة عن راسبوتين، فانت اللي بيجي في دماغك ان هو رئيس روسيا. لا، ده اسمه فلاديمير بوتين. رئيس روسيا اسمه فلاديمير بوتين. الشخصية اللي هنتكلم عنها اسمه جريجوري يافيموفيتش راسبوتين. الشخصية ديت هو يعني شخصية مثيرة جدا للجدل، شخصية محدش عارفها قوي، لان هي بيتم التظليل عليها. ده جزء من تاريخ روسيا بيحاولوا يخفوه. راسبوتين اتولد يوم 22 يناير 1869. انت واخد بالك اصلا يعني التاريخ الميلاد اصلا شائك سنة 69. ده بداية، ده احنا لسه بنبدأ. راسبوتين اتولد، وبعد فترة من الزمن بدأ يقول ان هو بيجيله زي وحي كده او حاجة زي مثلا خيالات عن القدرات الإلهية. هو طبعا كان مسيحي أرثوذكسي. بدأ يجيله تخيلات ان هو عنده قدرات، وان هو بيشوف العلاج، ان هو ممكن يشفي كائنات، وممكن يشفي حيوانات بمجرد لمسها. وخصوصا كان بيقول الكلام ده على الحصانة اكتر. في الفترة دي كان اسمه لسه جريجوري يافيموفيتش، ما كانش لسه طلع عليه اسم راسبوتين. ولكن مع الوقت راسبوتين بيوصل لسن معين، هو سن المراهقة. في سن المراهقة احنا بنكتشف شخصية تانية خالص للراجل اللي قال ان هو عنده قدرات ان هو يعالج ويشفي اي حاجة بمجرد لمسها. راجل فجأة اتجه لاتجاه يعني مختلف تماما، شخصية مختلفة. هو بص لحتة الشهوة وحتة السكر والعربدة وغيرها. فكان في اغلب وقته كان مصدر رزقه اصلا هو الحاجات دي، ان هو كان بيدعي السحر، ان هو ساحر يعني. وان هو كان برضه بيقول على نفسه ان هو بيقدر يعالج الحصنة او الاحصنة بمجرد لمسها. وطبعا احنا في فترة القرن التاسع عشر، احنا بنتكلم في جزء غير متحضر من المجتمع، بيأمنوا جدا بجزء السحر وجزء الشعوذة والحاجات دي. فالناس طبعا كانت بتصدق، وكانت بتتجه لراسبوتين. يا جماعه ده بيشفي الناس. وبرضه اللي ارجع اقول لك ما كانش لسه اتسمى بالاسم ده. طيب اتسمى بالاسم ده امتى؟ اتسمى بالاسم ده لما بدات تظهر ميوله. هو واحد بياخد الفلوس بيصرفها كلها على فتيات الليل، وعلى الخمر وعلى السكر وكده. فطلع عليه اسم راسبوتين. راسبوتين معناه اصلا الفاجر، بالروسي معناه الفاجر. مش الفاجر اللي هو جامد، لا، فاجر اللي هو بمعنى كلمة فاجر، اللي هو شخصية بتتعمد انها تعمل المعصية، بتتعمد انها تعمل الذنب ده. مع الوقت بنشوف راسبوتين لما يوصل سنه 30 سنة بيكون اب لاربع اطفال. وطبعا مش عايز احكي لك ان هو طفولته كانت صعبه. يعني هو اخواته كلهم ماتوا في حريق بيته، واخوه الاخير مات غرقان، وهما الاتنين كانوا بيعوموا في النهر، وهو الوحيد اللي نجا من اخواته. فانت بتشوف بقى الشخصيه ديت لما يوصل لسن ال30 شخصيه تانية. شخصيه يعني هو تروماتايز اصلا، شاف كتير، معنى اصح شاف كتير. راسبوتين بيبدا شق طريقه باكتر حاجه غلط في الدنيا، السرقه برضه. حاجه هو خلاص اقتنع ان هي ديت مصدر رزقه الوحيد، والحاجه الوحيده اللي هتجيب له فلوس، والحاجه الوحيده اللي هتعيشه. وانت متخيل ده عنده 4 ابناء. لكن في احدى المرات بيتم اتهامه ان هو بيسرق الاحصنه، ويضطر ان هو يهرب من القريه بتاعته. بالمناسبه القريه بتاعته موجوده في سيبيريا. راسبوتين بيهرب من القريه بتاعته وبيتجه ان هو يكون يعني راهب. بيهرب للكنيسه، وفي الكنيسة دي بنشوف بداية تشكيل شخصية راسبوتين، اللي هي بتكون شخصية واضح جدا انها شخصية غير سوية،
واحد يعني مش عايز اقولك ان هو راح الكنيسة بمجرد ان هو يهرب منها فاعتبر نفسه راهب، هو اعتبر نفسه في الدير ده ان هو راهب، وقرر ان هو يوهب حياته لحاجة زي الدعوة. انت متخيل ده بدايته عاملة ازاي، واسمه اصلا مستوحى من ايه، وحياته عاملة ازاي؟ هو قرر ان هو يبقى كده، ملناش دعوة، هو بيقرر كده، بيتجه لان هو يكون كده، وبيكون طبعا لان هو شخصية معروف تاريخها ومعروف ميولها، حتى وهو بيدعي حاجة زي كده قرروا ان هما مفيش كنيسة تعترف بيه. يا ابني انت مش هينفع تكون معانا، انت شخصية مش كويسة، مش هينفع تكون معانا. فبيتجه ان هو يكون متجول، راهب متجول، وبيكون بيلف البلاد. مش عايز اقولك ان هو راح من سيبيريا لجبال في اليونان عشان ينشر افكاره وينشر المبادئ بتاعته، وده طبعا عمل له معارف كتير جدا، معارف ناس واصلة. في نفس الفترة ديت كان في بقى ايه في روسيا القيصرية، عشان نحدد، روسيا القيصرية اللي هي بيمسكها قيصر، واضحة من الاسم يعني، القيصرية تبقى قيصر، واضحة. مش ده موضوعنا، هنشرح الموضوع ده في حلقة تانية، ايه الفرق بين القيصرية والامبراطورية والجمهورية والحاجات دي هنشرحها في حلقة تانية خالص. خلينا نتكلم ان هو دلوقتي في دولة قيصرية. في الفترة ديت زي ما قلنا ان الناس كانت مقتنعة جدا بالسحر، ومقتنعة جدا بتأثيره، وخصوصا بقى الناس اللي هي في طبقة اعلى، الناس الارستقراطية. ارستقراطي معناه ان هي ناس عالية في المستوى، ان هي ناس عالية شوية، حالتها المادية افضل بكتير، وكمان ليها سلطات. ممكن يكونوا نبلاء عندهم مثلا نسب مع العائلة الملكية، ممكن يكونوا اغنياء، تجار اغنياء، ممكن يكونوا اصحاب سلطات، وممكن يكونوا اقطاعيين. ايا كان الطبقة اللي هم كانوا فيها، راسبوتين حط تارجت لنفسه غريب شوية. احنا مش هنستهدف لا التجار ولا هنستهدف رجال الدين الكبار ولا النبلاء، انا هستهدف الملكة. لك ان تتخيل. وراسبوتين كان من الشخصيات اللي ليها كاريزما غريبة، كان فعلا ليه كاريزما كده بتشد اي واحدة ليه، وده كان السبب. في فترة ما كان راسبوتين بيتجول، احدى جولاته طبعا اللي احنا عارفين ان هي كانت عبارة عن ايه، بيقابل مجموعة دينية، مجموعة ديت مسيحية لكن ليها فكر مسيحي مختلف شوية. احنا غالبا احنا كمسلمين لما بنحس ان احنا عصينا ربنا بنبدا نتجه للتوبه وبنصلي وبندعي ربنا ان هو يتوب علينا. لا دول بقى قال لك لا احنا مش هنعمل كده، احنا كرييتيف شويه. طب هتعملوا ايه يا جماعه؟ احنا هنعمل الذنب، ومش هنعمل الذنب بس، هنعمل الذنب متعمدين ونتجاوز فيه. ليه؟ عشان لما نتوب نكون بنتوب توبه نصوحه. انا مش انا اللي بقول، هو اللي بيقوله، هو ده المذهب كان ماشي كده، ده الافكار بتاعتهم كانت ماشيه كده، وفعلا بيعملوا كده. ممارسات جنسيه بشعه اللي كانت بتحصل، شرب خمور بطريقة بشعة، حاجات تانية، تضحيات وحاجات ملناش دعوة بيها، ده اللي كانت بتحصل مع الناس دي. والناس دي كانت عادي جدا، هو في سبيل ان هو يوصل للتوبة النصوح ان هو لازم يعصي باكبر قدر ممكن. انا زي ما قلت لك الارستقراطيين والناس الاسرة الملكية كانت مؤمنة جدا بالسحر، فكان طبيعي جدا ان راسبوتين يلاقي مدخل بسيط جدا ليهم. طيب دلوقتي هيخش لهم منين؟ هيخش لهم من حتة الابن المريض المصاب بمرض الهيموفيليا. مرض الهيموفيليا هنتكلم عنه بعدين، هو بس خلينا نتكلم عنه في ايجاز ان هو سيولة الدم. هو بيكون الدم مفيهوش كواجلنت فاكتور او مفيهوش معاملات تجلط، وطبعا بيختلف حسب التايب بتاعه، ممكن يبقى النوع الاول او التاني او التالت، وده بيختلف حسب النوع بتاعه. ده مش مهم، المهم ان احنا لازم نتكلم ان الملكة في الفترة ديت كانت من جزء يعني ايه سنسيتيف اكتر، حساسة جدا لجزء ان هي شافت بعينها ندم والدتها على افراد عيلتها. الملكة جاية من اسرة ملكية، وبالمناسبة الملكة اللي كانت ماسكة روسيا او كانت زوجة القيصر ما كانتش روسية الاصل، بالعكس دي كانت المانية، والمانية من اصول انجليزية. جدتها كانت الملكة فيكتوريا، الملكة فيكتوريا اللي زرعت يعني مرض كان كفيل ان هو ينهش العائلات الملكية الاوروبية. ملكة فيكتوريا كانت جادة لاوروبا، ست ورثت العائلات الملكية اكبر لعنة في تاريخ اوروبا كلها. جدة اوروبا ورثت اوروبا مرض الهيموفيليا. الملكة طبعا كانت عايشة بقلق انها متعيش نفس احساس امها ونفس فكرة الالم اللي عاشته امها في اخوها وفي ابنها وفي ابن اخوها اللي كانوا كلهم مرضى هيموفيليا وماتوا. لكن
في الوقت ده ما كانش مهم جدا للملكه لانها ما كانش عندها اي ولي عهد، ما كانش في وريث، هو مرض بيصيب الذكور مش الاناث، تحمله الانثى وتنقله للذكر، هنتكلم عنه في حلقه لوحده برضه. لكن خلينا نتكلم دلوقتي ان المرض ده كان بيصيب الذكور. طيب هي ما عندهاش اي اولاد صبيان، لا جالها. يشاء القدر ان الملكه تكون حامل، والاول مره بعد 4 محاولات باقوا بالفشل. مش باقوا بالفشل، جابوا بنات، جابت 4 بنات هنتكلم عنهم برضو. لكن خلينا دلوقتي نتكلم ان هي بيجي لها اول مولود أليكسي رومانوف، ولي عهد روسيا القيصرية ووريث عرش رومانوفز من بعد ابوه نيكولاس الثاني. بعد طبعا ما اتولد لاحظوا ان هو الطبيعي ان هو بيقطعوا حبل السري لاي طفل، لكن الغريب ان الطفل ده بعد ما قطع الحبل السري ده حاجه طبيعيه ان هو بتقطع الحبل السري فبيحصل نزيف بسيط فبيقف، لا ده ما وقفش. فالملكه عرفت اللي مستنيها مستقبل مش ألذ شيء مع ابنها بالذات، ابنها الوحيد. ففي الفتره ديت الملكه طبعا يعني بتتجه اكتر لجزء الشعوذه وجزء الروحانيات. كانت شايفه ان الروحانيات هي الحل الوحيد لابنها، وان الطب مش هيبقى الحل المناسب لابنها، وخصوصا ان ابنها لسه صغير. بيجي يوم 14 نوفمبر 1905، اليوم ده يوم مميز جدا بالنسبه لراسبوتين. اليوم ده اللي هيقابل فيه شخص مش عادي. الشخص ده كان كبير كهنة القيصرية الروسية، الشخص ده كان اقرب واحد للملكة. في اليوم ده بيقابل فيه راسبوتين لأول مرة العائلة الملكية بعد ما دخل الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية في سان بطرسبرغ، العاصمة الروسية في الوقت ده. ما كانتش موسكو، لا كانت سان بطرسبرغ، العاصمة اللي كانت موجودة في الوقت ده لروسيا القيصرية. بيبدأ أول تعامل بين القيصر وبين الملكة وبين راسبوتين. بيلاحظوا الملك القيصر نيكولاس الثاني قال إن هو اليوم لأول مرة نقابل راسبوتين، هو شخصية جميلة جدا. انت متخيل ان الملك بيقول كده؟ ده القيصر اللي بيقول كده مش انا. القيصر بيقول على شخصية توكسيك كده، ملناش دعوة. انت لسه هتسمع ده القيصر هيطلع في الاخر حاجة جميلة، بس ملناش دعوة. خلينا دلوقتي ما نحبش نتكلم في سيرة حد. المهم ان مع مرور الوقت بيبدأ راسبوتين يتوغل ليهم، لان طبعا بحكم ان هو راجل روحاني وراجل ساحر، وطبعا كان صيته مسمع. ده الراجل ده ماشي بينشر قدراته، بينشر مش عارف ايه، هو صيته مسمع في القصر الملكي. انت متخيل الاسره الحاكمه لروسيا القيصريه كانت مدركه وكانت بتسمع عن راسبوتين، هو لسه اصلا ما دخلهاش، لسه ما وصلش بسان بطرسبرغ. فلما الراجل ده جه فعلا استقبال مشرف وترحيب كبير بيه، وياخدوا الراجل طبعا يعرفوه على الاسره الملكيه وعلى ابناء القيصر وعلى طبعا بنات القيصر بمعنى اصح، وابنه الوحيد اللي هو أليكسي نيكولاس ريمانوف. المهم بيبدأ أول تعامل معاه لما بيلاحظوا إن راسبوتين متعلق أكتر بالطفل، وكمان مش متعلق بيه بس بمعنى متعلق بيه، لأ ده متعلق بيه وبيبدأ بقى دورات النزيف، بيبدأ يكون راسبوتين موجود مع الشخص ده، مع الطفل ده. الطفل اللي بدأ يتعلق أكتر براسبوتين، واللي أنقذ حياته أكتر من مرة في نوبات نزيف شديدة جدا. وكان دايما بيطلب من الأسرة الملكية ان هم يعزلوا الطفل عن الأطباء. الغريب بقى ان راسبوتين كان بيجيب نجاح غريب جدا مع الطفل، كان فعلا بيعالجه من نوبات النزيف. لكن ما كانش حد يعرف ازاي راسبوتين بيعالج الولد ده، او انت ازاي واصل لمرحلة ان طفل مريض هيموفيليا انت بتعالجه، وبتعالجه من غير دواء، انت بتعالجه بمجرد شوية روحانيات، وبتطلب ان انت تنعزل مع الطفل لأطول فترة ممكنة، وان انت محدش يخش عليكوا، وانت بتطلب ان هو عزل الطفل عن الاطباء. ايوه ده مريض، ده طفل مريض، ما ينفعش يتعزل عن الاطباء، وخصوصا ان هو عنده مرض ابسط حاجه هو مرض قاتل. لو جينا نتكلم في حته ان هو مرض عادي، لا هو مش مرض عادي، ده مرض قاتل، في ثانيه ممكن يودي الطفل في داهيه، ده لو ما كانش الطفل اصلا بيروح في داهيه مع الوقت. لكن الغريب ان راسبوتين كان فعلا ليه تاثير غريب على الطفل كان بيتعالج وكان بيقوم كويس. مجرد التفكير في الموضوع، انت بتعمل ايه؟ هل ده كان سحر؟ احب اقول لك ان ده ما كانش سحر. في الحقيقه راسبوتين كان ذكي جدا، وكان مدرك ان في الفتره دي طلع علاج كان طفره. وزي ما البشريه كل ما بتخترع علاج بتحلبه بالمعنى الحرفي،
راسبوتين كان مدرك ان الدكاترة في روسيا او في سان بطرسبرج هتستخدم العلاج الوحيد اللي هم شايفينه بيعالج اي مشكلة، سواء صداع، سواء ألم في المعدة، سواء اي حاجة انت متخيلها هو هيعالجها. العلاج ده كان ايه؟ الاسبرين. الاسبرين احنا عارفينه اللي هو احنا بنجيبه، اللي هو اسبوسيد بنجيبه من الصيدليه. ايوه كان في الفتره دي كان هو العلاج اللي منتشر. معلومه جانبيه، الاسبرين شغله كله ان هو بيعمل سيوله في الدم. فانت متخيل انت جايب طفل هو عنده سيوله اوريدي، يعني هو مش محتاج، يعني انت مش محتاج تديله اسبرين، هو الراجل دمه سايل، فتقوم مديله اسبرين في حاله هو اصلا فيها بينزف، فيه هامرج، انت بتتكلم ان ده بني ادم بينزف، لا انت بتديله اسبرين فهو راح. طب ده بالنسبه للجزء بتاع ان هو ازاي كان بيوقف، يعني ازاي، يعني ليه كان بيمنع الدكاتره من هم يتعاملوا مع الطفل، او ليه كان بيعزل الطفل، ده جزء عبقري. طيب الجزء التاني بتاع ان هو بينزف اصلا ليه كان، يعني ليه كان بيعزله وليه كان بيقعد معاه وازاي كان بيعالج النزيف. بعض المصادر بتقول ان راسبوتين كان بيتعامل مع الطفل بفكره التنويم المغناطيسي. التنويم المغناطيسي هو عباره عن يعني ان هو بينيمه او بيعمل اكتيفيت للباراسمباثيك سيستم، نيرفس سيستم، ان هو بيقلل النبض. خلاص انت بتشغل او بتدخل الطفل في وضع النوم، انت بتهدي كل حاجه، فالطفل بيخش في حاله هدوء، انت بتنيمه مغناطيسي. هو ده الطريقه. انت متخيل ازاي الراجل ده كان دماغه شغاله؟ انت كنت بتقلل النزيف من خلال ان انت بتهدي الطفل وبتدخله في حاله تنويم مغناطيسي، انت يعتبر منيمه. خلاص هو نبضه بيقل، او الفورس او القوة بتاعت النبض بتقل، فبالتالي الدم اللي واصل للجسم حدته بتقل، ما بيكونش زي النزيف العادي. انت مثلا لما بتكون بتلعب كورة وتتعور النزيف بيكون قوي، لكن انت لو في حال لو انت نايم وتعورت، يعني مش نايم اللي هو مسترخي وتعورت، النزيف بيكون خفيف. هي نفس الفكرة، مفيش اي فرق بينهم. الفكرة بقى ان هو كان بيستخدم الطريقة دي مع الولد ده وكانت بتنجح جدا، كان عامل فعلا يعني ما شاء الله حاجه كويسه جدا معاه. وده اللي كان سبب في ان هم يعني ايه يخلوه مستشار. ركز في البدايه، يخلوه مستشار المستشار للعيله المالكه، للقيصر ولزوجته، اللي كانوا شايفين ان ده اللي بيعالج ابننا. ايوه ماشي تاريخه مش كويس وعليه كل البلاوي السوداء، لكن ده هو اللي بيعالج ابننا، ده مش هنستغنى عنه. زي ما قلنا هو كان مستشار الملكة طبعا لأنه هو بيعالج الطفل، طبعا ده ابنها الوحيد وولي عهد روسيا، وطبعا في الفترة ديت كان لازم يكون في وريث شرعي لحكم الرومانوفز، لأن بمعنى أصح يعني خلاص انتوا لازم يكون لك وريث. وديت بالنسبة لهم الملكة اللي مكانتش بتخلف ولد كانت بالنسبة لهم ديت ملكة ملعونة من الرب، والرب غير راضي عنها، خلاص ديت واحدة مش كويسة يعني. وده اللي كان طبعا منتشر عنها، لانها كانت جابت 4 بنات، اولجا، انستاسيا، ماريا، وتاتيانا. 4 بنات، انا ما قلتش الاسامي بالترتيب، يعني انا مش حافظهم بصراحه بالترتيب، لكن الفكره ان هي كانت جابت 4 بنات، واليكسي كان الولد الخامس ليها. وطبعا طبعا ان راسبوتين يعني كان قريب وكان بيعالج الولد، فكان معاهم في اي حاجه انت ممكن تتخيلها، حرفيا اي حاجه، اي مكان الملكه تروحه كان راسبوتين المستشار بتاعها لازم يكون موجود فيه. عشان طبعا الهيموفيليا مرض ممكن خبطه تكون سبب في انها تعمل نزيف، وممكن تودي المريض بتاعها في داهيه، لان هو في ثانيه ممكن ما نلحقوش. لكن هو كان دايما معاها وكان مجاور ليهم، وكانت واخد صلاحيات، وكان بدأ يعني ايه يمد نفوذ شويه في الدوله. طبعا في روسيا القيصريه ده مستشار الملكه، يعني ده المستشار الاول للملكه، معاها في كل حته وهو اللي بيعمل كل حاجه ليها. وطبعا النفوذ اللي كان راسبوتين وصل له كان مخليه بيشيل اي حد انت ممكن تتخيله من عرش ويحط الشخص اللي هو بيناسبه. وده كان سبب في مشاكل كتير جدا، مشاكل اقتصاديه لروسيا. بالنسبه للشعب الروسي كان عامل طبعا ازمات اقتصاديه. الناس اللي هو كان بيحطهم ما كانش ناس، او الناس اللي كان بيرجح كفتهم ما كانش الناس اللي هي تستاهل ان هم يكونوا في المكان ده، ناس ما عندهاش الكفاءه، ناس مش كادر كويس ان هم يشتغلوا، فكان النتائج بتاعتها ركود اقتصادي وتاخر. وطبعا روسيا احنا بنتكلم، احنا دخلنا في القرن العشرين، بدايات الثوره الصناعيه وازدهارها خصوصا في اوروبا. يعني كان الشرق عبارة عن بغال وعربيات وبيتعاملوا بيها كده. على الناحية التانية في الغرب أوروبا كانت بدأت في الثورة الصناعية، احنا بنتكلم ان كل حاجة مميكنة وكل حاجة بتتعمل كده، وروسيا لسه واقفة على نفس المكان، عربات تجرها البغال وأعمال يدوية مش جايبة همها.
لكن ده ما كانش الحاجة الوحيدة العائق بالنسبة لروسيا، لان احنا بنتكلم عن دولة قيصرية، ففي أسرة حاكمة، واي أسرة حاكمة بيكون في نزاعات بينهم وبين بعض، وخصوصا لما تكون انت شخصية فجأة انت جاي من عامة شعب، انت جاي من سيبيريا، انت متخيل انت بعيد جدا، بعيد جدا عن سان بطرسبرج، وفجأة انت بقيت موجود وسطنا وبتتعامل على انك واحد من الأسرة الملكية واخد صلاحيات وبتشيل وبتحط الناس اللي انت عايزها. لا ومش بس كده، ده انت حاطط راسك براس يعني امراء، يعني الرومانوفز اللي هم العيله المالكه، انت حاطط راسك براسهم. لكن طبعا احنا بنتكلم في وقت زي ده، مفيش بقى فرصه النقاش، انت الوحيد اللي بتعالج ابني، يعني الملكه شايفه كده، والقيصر مينفعش يزعل زوجته، وما ينفعش برضه يضحي بابنه، ده الوريث الشرعي ليه، مفيش مجال. فبالتالي كان دايما الكفه ترضخ، او كفه كانت بتميل لراسبوتين، ان هو الشخص ده يا جماعه، ده اللي بيعالج ابني، انا مش لاقي غيره، مفيش حد غيره، انا مش هعيش حياتي تاني واخلف تاني وابني يموت، ما عادش فيه فرصه. فكان دايما راسبوتين دايما الكفه ليه، دايما الكفه مايلاله. الامراء كانوا بيزعلوا، الامراء كانوا بيوصلوا لمرحله ان هم مش حابين الموضوع، وده اللي بدا يعمل مؤامرات كانوا بيحيكوها لراسبوتين، هم عايزين يوقعوه، هم عايزين يقتلوه. مؤامرات هنتكلم عنها بعدين، لكن خلينا نقول ان في البدايه راسبوتين بعد ما قدر ان هو يوصل لجزء كبير من السلطة وجزء كبير من الحكم، بدأ بقى ايه، يمد نفوذه صح. فالأمراء اللي كانوا بيحس ان هم ممكن يكونوا سبب لمشاكل ليه، هو كان بيبدأ يتعامل معاهم معاملة مباشرة، او بيخلي القيصر او الملكة هي اللي تتعامل. طبعا انا مش هقلل نفسي، او مش هحط نفسي في وش المدفع واروح في داهية، لا، هو كان بيتعامل من خلال الملك والملكة. من ضمن المؤامرات اللي اتعملت كان في امير اسمه ليودور كان من الحاقدين على راسبوتين جدا، ان الشخص ده ظهر فجأة، فتواصل مع واحدة ست كانت يعني فتاة ليل، مش فتاة ليل، هي كانت كبيرة في السن عامة، اتواصل معاها وخلاها يعني يعملوا مؤامرة مع بعض. راسبوتين كان بيتمشى، كان رايح يبعت برقية للقيصر في سنة 1914، وكان في البرقية ديت رسالة ورايح عشان يبعتها لي. فقابلته واحدة يعني زي ما بنقول عليها في العامية المصرية شحاتة، وقفته، فهو قرر يمد ايده عشان يديها يعني فلوس وكده، فاستغلت ان هو مش باصص لها وراحت عشان تطعنه، طلعت سكينة وطعنته في صدره. انت متخيل؟ بعد الطعنة مباشرة المفروض ان انت بتقع علشان تاخد انفاسك الاخيره وتعرف تهرب، لكن في الحقيقه ده اللي ما حصلش. شخصيه زي دي انت متخيل ان احنا ممكن تموت كده وتنتهي الحلقه على كده؟ لا، راسبوتين برغم ان هو انضرب بسكينه الا انه قام وجرى ورا الست ومسكها وهو مضروب بسكينه، مطعون في سكينه في جسمه. مش دي بقى برضو النقره، لا، ده انت اسمع، هو مسكها لحد ما الناس جم ومسكوها، وكان من ضمن الناس ديت دكتور طبيب جراح. الدكتور ده بقى حاول ان هو يعالج راسبوتين عشان ينقله للاسعاف، الاسعاف تشيله. ايوه كان في الفتره دي في اسعاف وكان في مستشفيات عادي جدا، لكن الفكره ان راسبوتين رفض ان هو يقوم من مكانه. راسبوتين قرر ان هو يعمل عمليه في مكان ما تذكرش المكان بصراحه في المصادر، لكنه قرر انه يعمل عمليه على ايد دكتور قعد 6 ساعات، 6 ساعات بيعمل عمليه في مكان مش في مستشفى، ما تذكرش المكان. انت لو مفكر دي مشكلة ان هو مش في مستشفى، احب اقول لك ان راسبوتين رفض ان هو يتخدر اصلا، يعني هو عمل عملية على الحياة، قرر ان العملية دي هتتعمل وهو حي وهو صاحي من غير مخدر. مع بداية العملية كان مش راسبوتين بدأ لونه يتغير، وكان يعني حالته مش كويسة، لكنه اصر انه يعمل عملية من غير مخدر وعمل العملية. هتقول لي مات، اقول لك ما ماتش، لا، هو فضل عايش وتعالج، وتم عمل محاكمة. طبعا لما الملكة عرفت قررت انها تعمل محاكمة للست دي، الست دي لازم تتحاكم، اللي هي الشحاتة دي اللي هي اصلا مش شحاتة، هي عاملة مؤامرة، لازم تتحاكم. واتعمل محاكمة ليها، واعترفت بحاجات غريبة. من ضمن الحاجات اللي اعترفت بيها ان هو كان يعني هو السبب الاساسي ان ان هي تكون فتاة ليل او تكون عاهرة بمعنى اصح. وده نرجع له من الجزء القديم، فاكر لما انا قلت لك الممارسات الجنسيه الغريبه اللي كان بسببها اتسمى راسبوتين؟ هو ده السبب.
وشهدت برضو ان هو اغتصب راهبة في احد الكنائس. مش بس كده، برضو اعترفت على حاجات كتير جدا. لكن طبعا احنا بنتكلم على راسبوتين، ده مستشار الملكة الاول والوحيد اللي بيشفي ابنها، فالملكة ما اهتمتش، عادي مفيش مشكلة ايه يعني. واعترفت كمان على ليودور الشخص او الامير اللي كان عمل معاها المؤامرة. الضحك بقى في ايه؟ ان هما قرروا ان الست ديت مش هتتحاكم ومش هتتعدم، الست دي هتتبعت لمستشفى امراض نفسيه عشان تتعذب بالحياه. من وقتها لحد قيام الثوره البلشفيه الست دي فضلت موجوده. من بعد الثوره البلشفيه احنا ما نعرفش حاجه عن الست ديت، اختفت واختفى اثرها. ليودور لبس لبس واحده ست عجوزه، وهرب لفنلندا من خلال الحدود. دي المؤامرة الأولى، دي أول مؤامرة مباشرة تحاول يتقتل فيها راسبوتين. كان في مؤامرات تانية لكن ما نجحتش، كلها راسبوتين كان بيعرفها، كان بيحس بيها قبل ميعادها. خلينا نرجع للتاريخ اللي احنا قلناه، 1914. 1914 ده مش تاريخ مميز بالنسبة لك؟ بالظبط، الحرب العالمية. وقتها كانوا بالنسبة لهم دي الحرب العظمى، ديت أعظم حرب حصلت وأعظم حرب هتحصل. دي الحرب صاحبة أكبر عدد من الضحايا، الحرب لن تتكرر مرة أخرى. ده بالنسبة لهم، ما كانوش عارفين إن في بارت 2 بعدها بكام سنة وهتبقى مدعكة، وعادة فرساي ودنيا وهتبقى ليلة. بس نتكلم عن كل ده لوحده بعدين. المهم خلينا نرجع لموضوعنا. في ظل الوقت ده كان وضع روسيا بالنسبة لحلفائها ما كانش كويس جدا، أوضاعها الداخلية زي الزفت. راسبوتين الله يبارك له مدمر روسيا، واخد روسيا دي واخدها طول وعرض، يا باشا بتاعتي انا اللي يعتبر الحاكم بتاعها، انا مستشار الدولة الاول، مستشار الملكة. اوضاعها الخارجية مش احسن حاجة، حلفائها بره محتاجين روسيا في الحرب العالمية، الأسرة الحاكمة بتطالب القيصر ان هو يشارك في الحرب العالمية علشان وضعنا وعشان حلفائنا، والنتائج بتاعتها هتكون كويسة ومش عارف ايه. ده احنا مش هنلعب مع حد غير يعني ألمانيا، هي اللي في الوش. طبعا القيصر كان موافق جدا. عارف بقى مين اللي مكانش موافق؟ كان راسبوتين. وراسبوتين هنا بيدينا وضع كده غريب، بيدينا كذا نبوءة. النبوءة بتاعت راسبوتين ان هو لو دخلوا الحرب، انتصرت انهزمت، مش هتكمل، روسيا هتعيش في أسوأ أيامها. في سنة 1914 القيصر كان وضعه غريب، راسبوتين بيقول له ما نشاركش. طبعا راسبوتين وضعه أحسن بكتير من الأمراء، ده راجل ساحر ومنجم وعارف الدنيا واصل يعني. المهم بيقول له ما تشاركش في الحرب لان الحرب ديت نتائجها هتكون سلبيه علينا وهتدمر الروس. وقال له ان هو شايف غمامه، ده اللي اتقالت في الرساله نصا، ان هو شايف غمامه تسري في سماء روسيا، وانه شايف حزن ودم وكرب جاي على روسيا، ولو المانيا اتدمرت فاحنا مش هننجو، بالعكس احنا هنتدمر زيها. ده اللي قاله نصا في الرساله، ده من ضمن الرساله اللي كتبها. لكن طبعا القيصر وضعه ما كانش كويس، وحلفائه بره بيضغطوا عليه عايزينه يشارك، وفي نفس الوقت الامراء عايزينه يشارك. فقرر فهو حركة غريبة جدا ان هو يعزل قائد الجيش اللي هو كان عمه، قائد الجيش كان عم القيصر، تولى هو السيطرة على الجيش وقيادة الجيش. وبالنسبة للشؤون الملكية او الشؤون اللي جوه، الملكة اللي هتمسكها طبعا ما هي زوجته، او بمعنى اصح راسبوتين اللي هيمسكها. ليه؟ لانه مستشار الملكة، ولانه ليه دخلة للملكة معينة بتخليه يسيطر على الحاجة. عايز اقول لك ان في الفترة اللي الملكة مسكت فيها كانت فترة بشعة جدا، كانت فترة وحشة، لان ببساطة راسبوتين اللي ماسك. انت متخيل ان من كتر ما الوضع كان مزري في البلد وكان احوال البلد زي الزفت، وحتى في الثورات السلمية اللي كان الشعب بينظمها كانت بتتقابل برد بالسلاح. القوات اللي كانت مسؤولة عن حماية القيصر كانت بترد بالضرب، كان الثورة سلمية كانوا هما بيبدأوا بالضرب بالنار. لكن ده مش موضوعنا. الموضوع ان هو من كتر ما كان راسبوتين مضيق وكان متحكم في الدنيا وبينفذ ملذاته، مجرد ان هو بس راجل شهواني يعني بيحاول يستمتع بحياته، خمور ونساء وغيره وغيره وغيره. الفترة دي طلعت اشاعة في الصحف ان الملكة على علاقة بالراسبوتين، بالمستشار بتاعها راسبوتين. فطبعا مفيش وقت للكلام ده، احنا في حرب، مفيش وقت ليه. استمر الوضع هكذا. روسيا ما كانش معروف وضعها جدا في الحرب بالنسبة للقيصر، ولكن في ليلة في سنة 1916
وفي ليلة غريبة جدا راسبوتين بيكتب رسالة بيتنبأ فيها بحاجة غريبة جدا جدا جدا. بيكتب فيها ان هو شايف حاجة غريبة في حياته وحاسس ان هو في نهايتها. وقال له نصا: انا لو الشعب الروسي قتلني، اللي بيقول على نفسه بيتكلم على نفسه، انا لو الشعب الروسي قتلني، الفلاحين وابناء الشعب واخوتي، فاجلس على عرشك واسترخي فانت قيصر روسيا. يعني هو شايف ان هو لو مات، لو الشعب قتله، فمش هيحصل حاجه، الدنيا تمام. وده كان منطقي لان الراجل بوظ الدنيا. ولكن ان قتلني الرومانوفز، لو اهل القيصر قتلوه، فالقيصر مش هيكمل اكتر من سنتين. عارف الغريب في ايه؟ ان بعد 23 يوم بتتنصب مكيدة راسبوتين، بيتقال له فيها ان إيرينا، اسمها إيرينا، اجمل امرأة في سان بطرسبرج، عايزة تشوف راسبوتين. طبعا انت عارف اللي فيها دي مؤامرة وش، بس طبعا هم دخلوا له بالدخله اللي هو بيحبها. نسوان يا معلم، لازم يروح، ودي اجمل واحده في سان بطرسبرج، انت بتتكلم في ايه؟ وطبعا هو عارف ان دي طريقه معينه مع الستات بتخليه يعني يسلك قوي في الموضوع ده. فطبعا راح. اللي كان مستنيه هناك كان احد الامراء، مش امير واحد، مجموعه من الامراء، ولكن اللي كان في المواجهه كان زوج اريانا، اللي هي كانت اجمل ست في سان بطرسبرج في الوقت ده، او كما يقال عنها يعني. وكان نصيب له مكيده حلوه قوي، كان حاطط سم في كل حاجه، سيانيد بوتاسيوم، سم. السم ده حطه في الشرب، حطه في الاكل، حطه في كل حاجه. الكيك اللي هيتقدم له فيه سم، المشروب اللي هيتقدم له فيه سم، الخمر اللي هيتقدم له فيه سم. رسل راسبوتين وجلس مستني ارينا عشان تنزل تقابله. طبعا هو عارف هو عايز ايه، يعني هو محدد اهدافه من بدري قوي. شخصيه توكسيك، هو شخصيه توكسيك، ما يتقالش عنه غير ان هو شخصيه توكسيك، هو ملوش حل تاني، هو شخصيه توكسيك وخلاص. فكان مستني الست، طبعا اجمل ست سان بطرسبرج، وفضل مستني. كان بيتقدم له فيها، بيتم مضايفته، وكان بيتقال له جملة ان هي دلوقتي مشغولة بس بتضايف الناس التانية وجاية، بتضايف الناس التانية وجاية. فهو طبعا كان بيصبر نفسه وبيسكت. بيتقدم له الكيك اللي فيه سم، بياكل، ما بيموتش. بياكل قطعتين مش قطعة، ما بيموتش. انت متخيل؟ بيتقدم له مشروب فيه سم، ما بيموتش. لا ساحر ساحر يعني، ما فيش كلام، لا ده ما بيموتش، مش عايز يموت. طبعا اللي عامل المكيدة هيتجنن. انت ايه يا معلم انت؟ طب اديك السم تشربه خلاص، ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت واخد يعني كاسين فيهم سم، واخد قطعتين كيك فيهم سم، ولا ومش كده وبس، ده انت كمان شوف الجرأة وشوف شوف بس الحاجة دي، انت كمان بتطلب تالت. فطبعا الراجل هيتجنن، فطلب ان هو قال له بس طب استناني دقيقة، انا هطلع بس اشوف ايه ارينا اللي هي زوجته، هجيبها عشان تضيفك وبتاع. طلع الامراء التانيين: يا جدعان انا مش فاهم في ايه، الراجل ده ما بيموتش، الراجل ده شرب كمية سم وكل كمية سم، المفروض تدمره، الراجل ما بيموتش. طبعا الامراء التانيين هيتجننوا، ازاي يعني ايه ما بيموتش؟ قال له هو ما بيموتش. فقرر انه ياخد السلاح بتاعه وينزل في لقطة غريبة جدا، ينزل تحت، وراسبوتين بيشرب الكاس التالت وقال انا هعدي على مجموعة من الاصدقاء. طبعا هو عارف ان اريانا مش هتيجي، هعدي على مجموعة من الاصدقاء وبس. فهو بيلف، بيطلع الامير السلاح وبيضربه في صدره، طلقة تستقر في صدره، عشان ينزل الراهب في حالة هي اقرب للموت. بينزل بقه مفتوح وعينيه واسعة كأنه خلاص مات، بيقع على الارض. بيقرب منه احد الامراء طبعا عشان يشوفوا اجراءات نقل الجثة، وبيبعد الامراء التانيين وبيقرروا ان هم هينقلوا الجثة وخلاص. عارف الغريب في ايه؟ انه ما ماتش، بالعكس، راسبوتين عينه بتفتح تاني، وبياخد انفاسه وبيمسك في الامير، وبيمسك فيه بقوة لدرجة ان هو بيقف معاه، وبيقرر ان هو يجري عشان يجروا وراه في حالة منظر مرعب. انت متخيل الراجل ده ما ماتش لا بالسم ولا مات بالرصاص، الراجل قام وقف على رجله وجرى، ووراه الامراء شافوا المنظر، طبعا هم مرعوبين. الراجل لما مش بيموت، هم بيجروا وراه يعني بالاسلحه بيضربوا عليه، الراجل ما بيموتش، هو بيجري قدامهم. فبيحاولوا ان هم يلحقوه وهم بيضربوا عليه، الراجل ما بيموتش لكنه بينزف، وهو بيقول كلمه واحده بس: ساخبر الملكه، ساخبر الملكه. بس ما بيقولش غيرها، عارف ان اللي تجيب له حقه. راسبوتين بيترنح، او بمعنى اصح
بيفقد توازنه وبيقع، عشان ينزل الامراء عليه بأعنف ضربات ممكن انت تتخيلها، ضربات في رأسه وفي صدره، في محاولة منهم ان هم يقتلوه، لكنه برضه ما بيموتش. بيقرروا ان هم يرموه في احد الانهار المتجمدة، بيرموه منها حدف كده في المية في نهر متجمد. هو ما ماتش غرقان برضه، عشان بس هو الراجل ده ما بيموتش. الراجل ده بعد يومين، بعد ما لقوا الجثة بتاعته بيومين، طبعا انت متخيل الموضوع عامل ازاي، بعد ما لقوا الجثة بتاعته بيومين وفي التشريح بتاعه اكتشفوا ان هو ما ماتش لا بالسم ولا بالرصاص ولا بالضرب ولا من الغرق. الراجل مات لان النهر بارد. انت متخيل الراجل ده عامل ازاي؟ الراجل ده موته غريبة جدا، فهو طول القصة غريبة وموته غريبة. بعد فعلا ما بيموتوا بيلاقوا جثته بتشرح، الملكة بتحزن حزن شديد. لكن سنة 1918 زي ما قال في النبوءة بالظبط ان هما مش هيكملوا سنتين، العائلة الملكية الروسية كلها بتتصفى في الثورة البلشفية رميا بالرصاص في أحد الكهوف، حتى الأبناء الصغيرين. وفي أحد الأساطير أو أحد يعني المقولات بتقول إن في تقريبا بنت هربت من ماريا تقريبا، هربت من الإعدام، لكن المعلومة دي غير مؤكدة والمعلومة دي غير صحيحة. بعد ما بيقتلوهم بيسيحوا جسمهم وبينهوا قصة الرومانوفز، تنتهي هنا روسيا القيصرية، بتتحول من بعدها لروسيا دولة شيوعية اشتراكية، أو بمعنى أصح خلينا نقول مش روسيا، تحول للاتحاد السوفيتي. ودي قصة تانية خالص هنحكيها بعدين. سلام.